القاهرة والدوحة على قلب واحد. رفض قاطع لأي عودة للاحتلال العسكري في غزة في ظل التصعيد المتواصل في قطاع غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون. جاء الاجتماع المصري القطري ليؤكد الموقف الثابت الرافض لإعادة الاحتلال العسكري أو تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مع التشديد على ضرورة الإسراع في إعادة الإعمار وتحقيق تهدئة شاملة تفتح الطريق أمام حل سياسي عادل ودائم. رفض قاطع لإعادة الاحتلال. أكدت مصر وقطر رفضهما القاطع لإعادة الاحتلال العسكري لقطاع غزة أو القبول بأي محاولات لتهجير الفلسطينيين. وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر خلال اجتماعهما في القاهرة على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. إعادة إعمار غزة ومؤتمر دولي بالقاهرة. أكد الرئيس السيسي ضرورة البدء الفوري في عملية إعادة إعمار قطاع غزة عقب وقف إطلاق النار، مشددا على الإعداد لعقد مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة، بما يضمن توحيد الجهود الدولية لدعم صمود الفلسطينيين. تنسيق مصري، قطري، أمريكي للتهدئة. وشهد اللقاء تأكيدا مشتركا على الأهمية القصوى التي توليها مصر وقطر لجهودهما المتواصلة بالتنسيق مع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن الوقف الفوري لإطلاق النار